3 لاعبين من النادي الاهلي في صفوف نادي الزمالك. واحد هيقول لي ثواني يا اصلي بتقول ايه؟ اقولها لك تاني. 3 لاعبين من النادي الاهلي في صفوف نادي الزمالك، وواحد من ال3 دول كان لاعب سابق في النادي الاهلي. واحد هيقول لي بس عرفت واحد منهم. هقول لك مين هو، هتقول لي عبد الله السعيد. غلط. واحد هيقول لي عرفته مين هو، هقول لك قول لي مين، هتقول لي رمضان صبحي، هقول لك غلط. تعالى لي وحزوره واكتب لي توقعاتك في خانة الكومنتات على ما نجيله في موضوع حلقتنا. تاني موضوع هنتكلم فيه وهو حبس كابتن رضا عبد العال. ثواني، حبس مين؟ حبس كابتن رضا عبد العال لهذا السبب، وتعالى لي بقول لك الحلقة نارية. ثالث موضوع هنتكلم فيه وهو صفقة من العيار الثقيل على طاولة النادي الاهلي ومفاجأة لجماهير النادي الاهلي. وتعالى لي لان الحلقة النهاردة من العيار الثقيل. ولكن قبل ما نبدأ الحلقة يا كاريزما ارزع اللايك، ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك. واهم حاجة يا كاريزما تدعي لاخواتنا وتصلي على النبي وتدعي للاستاذ المحترم العمري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بالشفاء العاجل، لانه في امس الحاجه الى الدعاء. وتعالى لي يا كاريزما وصلي على النبي. اول موضوع هنتكلم عن حبس كابتن رضا عبد العال سريعا، وبعد كده هنتكلم عن بهاريز البهاريز. اولا، كابتن رضا عبد العال طلع مع الاستاذ الاعلامي المحترم ابراهيم عيسى من فتره، وطلع قال لك ان الكابتن مختار والكابتن ربيع ياسين والكابتن عماد النحاس احد نجوم النادي الاهلي السابقين و3 من ألمع نجوم كرة القدم. طلع قال لك عليهم من فترة انهم ينتموا لجماعة ارهابية، فبالتالي الثلاثي لجأوا الى المحاكم وبدأوا يرفعوا قضية على كابتن رضا عبد العال، لان القضية دي اكتر من قضية الخوض في الاعراض. حتة ان انت تتهم حد انه بينتمي لجماعة ارهابية دي حاجة يعني حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا جدا جدا. فبالتالي كابتن مختار وكابتن ربيع ياسين وكابتن عماد النحاس بدأوا يلجأوا الى المحاكم. فبالتالي سوف يتم عمل جلسة يوم 3 فبراير المقبل للبت في هذه الجلسة. كابتن رضا عبد العال مهدد بالحبس. كابتن رضا عبد العال فعلا مهدد بالحبس، والقضية دي بتبقى من القواضي الصعبة جدا، وبتبقى مؤكدة ان اي حد يتهم حد انه بينتمي لاي جماعة ارهابية او يقول عليهم اخوان او كلام من ده، فبالتالي ممكن يتحكم على كابتن رضا عبد العال لا يقل عن 1.5 سنة او 2 حبس. ده اقل حاجة في الموضوع ده. طيب، تاني موضوع هنتكلم فيه وهو صفقة النادي الاهلي. كلنا عارفين بعد تعاقد النادي الاهلي مع عمر كمال عبد الواحد، وبعد ما النادي الاهلي تعاقد مع وسام ابو علي، بالتالي بعض جماهير النادي الاهلي قالت لك هم شكل مجلس ادارة النادي الاهلي قال لك عسل اول حد هنا ومش هيتعاقد مع لاعيبة تانية. ولكن المفاجأة ان مجلس ادارة النادي الاهلي بيدرس لاعب محترم جدا جدا جدا، ويعتبر ماكينة اهداف، ويعتبر نوعا ما كريستيانو رونالدو الصغير. بالتالي لاعب موهوب ولكن لاعب تحت السن، وهو كريم كوناتي. كريم كوناتي من احد ابرز اللاعبين لنادي ريد بول النمساوي. فبالتالي لاعب موهوب، لاعب يعني بص بقى لاعب كورة، لاعب كرة قدم موهوب. وبالتالي اللاعب ده مواليد 21 مارس 2004 ويعتبر ماكينة اهداف. فبالتالي اضافة قوية للنادي الاهلي. طيب، هل توصل النادي الاهلي لحل مع اللاعب؟ بالفعل النادي الاهلي تم التواصل مع وكيل اللاعب، واللاعب مرحب جدا 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 لانضمامه للنادي الاهلي. طب من هنا هنيجي لنقطة في غاية الأهمية، ثلاثي النادي الأهلي الذي يتم التفاوض معه من قبل نادي الزمالك. أولا، خالد عبد الفتاح اللي طلع مع الكابتن أحمد شوبير وقال لك أنا ما عنديش أي مشكلة ألعب لنادي الزمالك في حالة رحيلي من النادي الأهلي.
فبالتالي مجلس اداره نادي الزمالك يسكت؟ لا بقى، لا، وانا هسكت وانا عارف ان في لاعب في صفوف النادي الاهلي ينفع يجي لنادي الزمالك واسكت؟ لا. فبالتالي مجلس اداره نادي الزمالك فتح خطوط اتصال بينه وبين اللاعب ووكيل اللاعب. فبالتالي خالدي عبد الفتاح، انت فعلا ممكن تيجي نادي الزمالك؟ وكيل اللاعب مرحب جدا جدا جدا، ولكن من وجهة نظر الشخصية يا كاريزما، ان خالد عبد الفتاح لما طلع مع الكابتن احمد شوبير وقال لك ان انا ينفع العب مع نادي الزمالك عادي جدا، بالتالي دي ممكن تكون ورقة ضغط من اللاعب. بالتالي مجلس ادارة النادي الاهلي خد بالك، لان انا ممكن اروح نادي الزمالك. نصح يا ولا، نصح يا ولا، لو واخدها ورقة ضغط يا حبيبي النادي الاهلي ما بيجيش بالسكة دي. اسمع مننا، اسمع مننا. النادي الاهلي قال لك مش عايز عبد الله السعيد، وهو ألمع نجوم كرة القدم في وقت رحيله. عبد الله السعيد احد افضل صناع اللعب في هذه الفترة، وبالتالي مجلس ادارة النادي الاهلي جدد للاعب وعرضه بعدها للبيع وجمده. فبالتالي ما تبقاش يعني ما تلعبش مع النادي الاهلي في اللعبة دي. اي نعم نادي الزمالك مرحب جدا واللاعب ممكن يكون مرحب، ولكن انا شايفها ان دي ورقة ضغط على جماهير النادي الاهلي انه يضغط على مجلس ادارة النادي الاهلي. ولكن خدها مني انا يا كاريزما، ما بتجيش معاهم سكة. يعني لو مع نادي الزمالك هقول لك ماشي، موضوع فتوح تجميده والموضوع عرضه للبيع والكلام ده، وقال لك ان انا ممكن اروح للنادي الاهلي. وللعلم مجلس ادارة نادي الزمالك جدد لفتوح مخصوص علشان ما يروحش النادي الاهلي. فبالتالي النادي الاهلي عمل نفس الحركة دي مع عبد الله السعيد. فبالتالي مجلس ادارة النادي الاهلي ما بياكلش بالكلام ده. يعني لو واخد نادي الزمالك كارت هيقول لك لا يا باشا روح عادي، ما عنديش اي مشكله. صالح جمعه كان في فتره من الفترات كان بيقول لك ان انا ممكن اروح لنادي الزمالك، من ساعتها النادي الاهلي كارفه مشاه عادي جدا، روح يا باشا زي ما انت عايز. رمضان صبحي عايز تروح لنادي الزمالك روح يا باشا ما عنديش مشكله، عايز تروح لنادي بيراميدز روح ما عنديش مشكله. عندك اكتر من لاعب قال لك ان انا ممكن اروح لنادي الزمالك فما كلتش مع النادي الاهلي ولا بتاكل مع النادي الاهلي خد بالك، ولكن عايز تيجي نادي الزمالك يا مرحب. عايز تلعب اللعبه دي مع نادي الزمالك احنا بنبلعها عادي جدا، بنبلع اللعبه دي عادي جدا جدا جدا. طيب تالت لاعب وهو لاعب النادي الاهلي السابق. واحد هيقول لي بس انا عرفته رمضان صبحي يا اصلي، هقول لك لا. واحد تاني هيقول لي عبد الله السعيد، هقول لك برضه لا. اللاعب التالت هو ناصر ماهر، احد لاعبين النادي الاهلي السابقين. فبالتالي مجلس ادارة نادي الزمالك اولى صفقاته في حالة حل ازمة القيد اول لاعب هيتعاقد معاه رسميا، وده برضو قرار اللاعب ان اللاعب حابب ينضم الى صفوف نادي الزمالك. فانا ما بيبقاش عندي مشكلة، ولكن المشكلة عندي ان مثلا اجي اتعاقد مع لاعب زي خالد عبد الفتاح، طلع قال لك مع الكابتن احمد شوبير ان انا ما عنديش اي مشكلة ان اروح لنادي الزمالك في حال فسخ تعاقدي مع النادي الاهلي او في حال رحيلي عن النادي الاهلي. ولكن هل مجلس إدارة نادي الزمالك متأكد 100% إن خالد عبد الفتاح ما بيتلاعبش بيهم؟ ودي جربناها بشكل قوي جدا في الفترات الأخيرة، إن اللاعب يقول لك إن أنا هروح نادي الزمالك، ودي بتكون كارت ضغط أو ورقة ضغط على مجلس إدارة النادي الأهلي. ولكن مجلس إدارة النادي الأهلي على فكرة ما بياخدش بالكلام ده. طب لو هتيجي مثلا على صفقة زي صلاح محسن، لمجرد ان صلاح محسن عمل ازمة مع النادي الاهلي فخلاص لو دخلت في الصفقة هجيبه، فبالتالي صلاح محسن بيتهرب من مسؤولين نادي الزمالك. طيب من هنا نيجي لنقطة في غاية الأهمية، هل جماهير النادي الأهلي ترحب برحيل صلاح محسن وترحب برحيل خالد عبد الفتاح من صفوف النادي الأهلي أم لا؟ للعلم أنا هقرأ كل الكومنتات، ورسالة لمجلس إدارة نادي الزمالك ورسالة لي أنا شخصيا. لو لقيت كل الكومنتات مجمعة على رحيل خالد عبد الفتاح ورحيل صلاح محسن، فبالتالي احنا مع احترامي الكامل ليكو احنا بناخد اللاعيبه السارده في النادي الاهلي، او بمعنى اصح وادق اللاعيبه الكسر في النادي الاهلي، وبمعنى ادق وادق اللاعيبه الواقعه فنيا وبدنيا
من صفوف النادي الاهلي، وده هيكلفنا كتير جدا 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 لو اوحنا وكبرنا وجبنا لعيبه هي جايه على نادي الزمالك مرفهه عادي. ايه يعني انا جاي بس عندي في النادي الاهلي؟ فبالتالي هل اللعيبه دي ممكن تنجح في نادي الزمالك؟ من وجهه نظري الشخصيه اللعيبه دي لو جت نادي الزمالك بالعكس هتوقع نادي الزمالك اكتر واكتر واكتر. ومن هنا نكون وصلنا لنهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم.